في شوية مصطلحات الناس بتتلخبط بينهم، زي مثلا مصطلح انهاء العقد والفصل التعسفي. هنبدأ الأول بحالات انهاء العقد. بينتهي العقد بانتهاء مدته، يعني لو العقد مدته سنة فبينتهي العقد بعد السنة. بينتهي العقد بإنجاز العمل اللي متفق عليه، يعني لو العقد متفق عليه إن احنا مثلا بني عمارة، فالعمارة اتبنت فالعقد بينتهي بعد كده. بينتهي العقد لو حصل للعامل عجز كلي، وبينتهي العقد برضه لو حصل للعامل عجز جزئي وما كانش ليه شغل بديل. نروح بقى للحالات الفصل. بيحصل لو صدر ضده حكم نهائي في تهمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، لو عمل خطأ تسبب في ضرر جسيم لصاحب العمل، غيابه عن الشغل 20 يوم متقطع أو 10 أيام متصلة بدون إذن أو عذر، إن هو يفشي أسرار المؤسسة، أو تعاطي المخدرات، أو في حالة اعتدائه على صاحب العمل. نروح بقى لحالات الفصل التعسفي. انهاء العقد قبل مدته. انهاء العقد بسبب اللون أو الشكل أو الجنس أو الدين أو بسبب الآراء السياسية. تقديم شكوى ضد صاحب العمل. المشاركة في عمل نقابي. لو حصل حالة من الحالات دي بيطلب بحقه بشكل ودي ان هو ياخد تعويض بحد ادنى شهرين عن كل سنة شغل وشهادة خبرة. لو ما حصلش الكلام ده بشكل ودي بتاخد خطوات تانية عشان خاطر تاخد حقك. اول حاجة تعمل محضر اثبات حالة في الاسم اللي تابع ليه الشركة، وبعد كده بتعمل شكوى في مكتب العمل. وبعد اسبوعين الشكوى دي ما جابتش نتيجة، ساعتها ممكن ترفع دعوة في محكمة العمالية.